يا صباح الورد، يا صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة لعيونكم وقلوبكم. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. وجيت لكم فيديو جديد بسرعة اهو علشان اصالحكم. يعني بصوا، الغيبة اللي فاتت انا حاولت ان انا اصالحكم وجيت لكم فيديو ورا اللي فات على طول. فيلا بقى شجعوني بلايك حلوة زيكم كده، علشان انا بجد زعلانة من لايكات الفيديو اللي فات، فصالحوني بقى في الفيديو ده. وكمان اوعوا تنسوا الكومنت القمر اللي انا بستناه وبحب ارد عليه. ولو انتي مشتركة جديدة معانا في القناة او اول مره بتشوفي فيديوهاتي ولسه مش مشتركه، دوسي على كلمه اشتراك اللي باللون الاحمر تحت الفيديو، كمان دوسي على رمز الجرس وكلمه الكل علشان يوصلك اي اشعار جديد. يعني الاشعار ده دايما يا جماعه، رمز الجرس وكلمه الكل اللي بندوس عليهم دول على طول اول ما انزل فيديو بيوصل لكم اشعار وتعرفوا ان انا نزلت الفيديو وتقدروا تشوفوه بوقت. وكمان عايزاكي تكتبي لي كومنت قمر زيك تقولي انك مشتركه جديده معانا في القناه علشان اعرف وارحب بيكي. ندخل بقى على الفيديو القمر ده، تابعوه معايا للاخر. الفيديو النهارده بجد يعني في حاجات حلوه قوي قوي هتعجبكم، حاجات جبتها عايزه اخد رايكم فيها، واسئله كمان كنتوا سالتوهاني هرد عليكم فيها، وحاجات ان شاء الله هتعجبكم. طبعا انتوا شفتوا الكافي كورنر الجديد بتاعي اهو. انا بس يعني قلت حته كده، بس عايزه اقول لكم ما تقلقوش خالص. انا مصوره لكم كل حاجه، تفاصيل الكافي كورنر الجديد كله، جبت منين وبكام وتفاصيله وهو بيتركب، وكمان يعني رصيت الحاجات فيه معاكم. كل حاجه انا مصورها لكم، فتابعوا الفيديوهات الجايه بتاعتي لاني بجد ان شاء الله هتبقى حلوه وكلها تجديدات وهتعجبكم. وبجد انا مبسوطه بالكافي كورنر جدا جدا جدا. المهم، هنا بقى ده الوقت كانوا الولاد يعني نزلوا المدرسة، وانا بعد ما بينزلوا بقول ايه، يعني عارفين اللي هو بشم نفس كده، ببقى في صراع. بصوا انتوا بتصحوا، بصحي روجي ابني، وبعدين عبال ما بيفطر وحضر السندوتشات وينزل تيجي معاه جويس، وهكذا يعني، وبعدين جوزي. المهم، بقعد بقى الفترة دي مع نفسي، عملت كوباية شاي بلبن وما كنتش قادرة افطر، فقلت اكل كام حاجة حلوة كده معاهم. وخرجت قعدت في ريسبشن. عايزه اقول لكم انا مش عارفه ليه كنت حاسه ان انا بردانه، مع ان الجو بقى حلو، بس كنت حاسه ان انا يعني بردانه سيكه. قفلت كده وولعت نور هادي. انا بحس ان الاضاءه الورم دي بتهدي الاعصاب. وفتحت كده فيلم اتفرج عليه. بصوا يا جماعه ما تضحكوش عليا، انا من عشاق الافلام القديمه، مش عارفه، مش قدامه ولا حاجه، بس فعلا انا بحس ان انا لما بتفرج عليها بحس ان هي زمن الطيبه كده، وزمن كان كله خير، وبجد بجد بتهدي الاعصاب. طبعا انتوا شايفين كده، يعني التجديدات كده من بعيد لبعيد اللي انا عاملاها في الريسبشن كلها مصورها لكم، لا تقلقوا كلها مصورها لكم. المهم قعدت بقى حبه هدوء كده مع نفسي، قلت اشرب الشاي بلبن واتفرجت على الفيلم، وقمت بقى ايه، مع نفسي كده شفت اللي ورايا. عايزه اقول لكم بقى على حاجه. كان في حبايبي كتير 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 سالوني وقالوا لي على التندة اللي انا مركباها في البلكونه، فانا هجاوبكم على كل حاجه خاصه بالتندة، ويا رب يا رب كل اللي سالوني يكونوا يعني بيشوفوا الفيديو ده علشان يعرفوا الرد. مبدئيا كده قبل ما اتكلم خالص، انا التندة دي من الحاجات اللي حرفيا انا عملتها ومش ندمانه عليها خالص خالص. بصوا، دي تحفه تحفه تحفه. هديكوا كده فيها شويه نصايح علشان اللي عايز يعملها يعني. اولا انا اللي واخد باله انا عامله تندتين مش تنده واحده. طب ليه يا نيمو عملتي تندتين؟ بصوا، انا عندي البلكونه ما شاء الله المساحه بتاعتها طويله طول خلاص. فلما جه المهندس يعني اللي عمل لنا، او الراجل اللي عمل لنا التنده، قال نصيحه اعملوها اقسموها على 2، وفي النص الفاصل اللي هو الالومنيوم ده لو شايفينه اهو، الجراي ده فاصل بينهم. هنا انا كنت بفرد لكم واحده عشان تشوفوها. فقلت له طب ليه؟ قال لي كل ما المساحه تكون كبيره وتعمليها على تنده واحده انت كده بتبقى ضعيفه معاكي، جيتي ترفعيها جيتي تنزليها لا قدر الله ممكن الالومنيوم بتاعها ده يعني يحصل له حاجه. فلا، لو عايزاها متينه اتقسمت على 2، وعملنا العمود اللي في النص اللي هو الجراي اللي انتوا شايفينه دوت الومنيوم، ده الفاصل ما بينهم. المهم لما اتعملت بقى لقيت ان فيها ميزات تانية غير ان هي متينة. هي كل واحدة هي معمولة بالحبل بتاعها. ايه بقى الميزات؟ تقدري ان انت تفردي واحده وتلمي واحده عادي جدا. يعني انا احيانا بكون عايزه واحده المها تدخلي شمس وكده، واكون مثلا نشره غسيل في الناحيه التانية فافردها، ابقى فرده واحده ولما واحده. بصوا كل واحده بالحبل بتاعها.
كمان نقطة تانية، انا حبيت ان الحبلين يتعملوا في نص البلكونة. انتوا لو خدتوا بالكم الحبلين بتوعهم جنب بعض، دي نص البلكونة، ده المكان اللي هو في وش باب البلكونة لما بدخل على طول. هو قال لي ممكن تعملي حبل في يمين البلكونة وحبل في اخر البلكونة من الناحية التانية، بس انا قلت له لا، يعني انا عشان ارفع تند اروح اخر البلكونة، فكده برضو كانت حاجة كويسة. تالت نقطة برضو اللون يا جماعة. انا كان ليا يعني قريبتي عاملاها اللون من جوه، المشمع اللي جوه ده لونه كان غامق، كان تقريبا بني، مش فاكره ولا نبيتي. فالمهم كان مدخل لها ضلمه، لما بتيجي تفردها تحس ان في ضلمه. لا انا خليته عملهولي اصفر في ازرق، الاصفر ده كله من جوه. فعايزه اقول لكم بجد، انا لما بكون في ريسبشن والشمس يعني ضاربه في التندة من بره مع اللون الاصفر اللي من جوه، كأن البلكونه دي ايه، او الريسبشن يعني، فاهميني؟ هي بتدي اضاءه، اللون الاصفر حلو حتى لو بالليل بتبقى منوره كده وحلوه. فنصيحه مني، ما تعملوش الجزء الداخلي للبلكونه لون غامق، لا هتلاقوه كتم معاكوا كده وغمق البلكونه وضلمها. فلا، هي عامه يعني الفواتح بتبقى احلى، بس اللون الاصفر خصوصا بيبقى كانه شمس، فاهميني؟ وانتوا فاردين التندة حتى لو بالليل، والله ساعات بنشر بالليل هبقى اوريها لكم، كأن في شمس. من بره بقى عملته لونه ازرق علشان التراب وكده. فبجد كانت حلوه جدا. بالنسبه للاسعار انا هشوف لكم انا كنت عاملاها بكام بالظبط مع جوزي، لان هو بصراحه اللي بيفتكر الاسعار، بس مش هتفيدكم لسبب، لان هي معموله من بدري، فطبعا الاسعار زادت مرتين 3 4. انا بس عايزاكم اللي عايز يعملها ركزوا في الاسعار، ما تتخدعوش في تفاوت الاسعار، لان اللي بيكون مقلل سعرها قوي بيبقى مقلل في خامه الالومنيوم. التند عباره عن ايه يا جماعه؟ الومنيوم زي كده، معتمد ان هو فوقيه مشمع. فالخامات دي في منها حاجات بتبقى سمكها رفيع، في منها حاجات ضعيفه، فما تتخدعوش في السعر، لا تشوفوا الخامه وتسالوا ده ليه غالي وده ليه رخيص، فاهميني؟ وزي ما بيقولوا، عارفين في مثل كده يقول لك ايه، الغالي رخيص، حقيقي الحاجه الغاليه تمنها فيها. فانا كنت عامله بصراحه يعني ما شاء الله كان احسن الومنيوم، وكانت حلوه جدا. كان جوزي يعملها، هو في طبع يعني لما يجي يعمل حاجه يقول لي يعملها صح يا ما اعملهاش، انا ده طبع، يعمل حاجه صح يا ما اعملهاش. فما شاء الله كانت حلوه جدا جدا جدا. ده شكلها اهو من بعيد. تعالوا بقى نشوف ايه الحاجات اللي انا جبتها تاني، ويا رب كده اكون رديت على كل حبايبي اللي سالوني على التندة، ولو في اي سؤال اسالوني. المهم تعالوا بقى نشوف شويه مشتريات كده اموره انا جبتها وحبيت ان انا افيدكم بيها. اول حاجه جبتها كان المج القمر ده. بصوا يا جماعه انا كنت عايزه مج لونه يكون نبيتي، ومش انا لوحدي، هو بصراحه اللي طلعتها في دماغي اختي، كانت كل شويه تقول ايه يا نيمو انا عايزه اجيب مج نبيتي، قلت لها صدقي فكره. فالمهم لقيت المج ده كان حلو قوي. الحاجات دي ما جابتش مره واحده، الحاجات دي يعني جابت على فترات، وفي حاجات كانت اونلاين، وفي حاجات انتظروها انا طالبه الاوردر بس هي لسه بتجمعهولي، فان شاء الله يعني هانت في الطريق بس هي بتجمعه. بصوا بقى المج ده سكر قوي، وعجبني ان هو شكله من تحت كده قلبوزه كده شويه، وفي الرسومات دي قلت حاجه تغيير بقى، مش كله ساده ساده، واللون بجد بجد روعه. اي نعم احنا خلصنا من اللون النبيتي اللي في الريسبشن بس ايه، قلت لا اجيب مج نبيتي برضه، فشكله كان حلو قوي. غالبا كان ب95 جنيه. طيب جبت ايه كمان؟ دول بقى كانوا من ايكيا، كانوا في اوردر برضو على فكرة. جبتهم دول المج ايكيا، حلو قوي، وهو تقريبا مش عارفة، تقريبا بورسلين مش عارفة، هو مش صيني. وكان الواحد عامل غالبا 59 جنيه او كده يعني، قبل طبعا الغلو القمر المحترم ده بتاع ايكيا. حجمه حلو قوي، هو ده ما ينفعش شاي ولا قهوه، ده عايز شاي بلبن كده، عارفين اللي هو مغرفه الشاي بلبن اللي احنا بنشربها دي. بصوا بقى يعني بصوا بقى الكياتة بقى دي، عشان انا بجد عجباني جدا. دي ايه؟ دي علبه الشاي اللي هي بنحط فيها الباكت بتاع الشاي بقى، النعناع الكلام ده كله. العلبه دي حلوه قوي وقمر قوي، جبتها بصوا البراد السكر اللي فيها ده، وهنا مكتوب عليها تي، وهي معدن كده جولد. في العلبه نفسها خشب، الخشب جبته ابيض في اللون الخشبي، في الوان، في اسود، كان في زيتي، كان في الوان كتير. وجبتها كمان اللي هي 6 خانه، في منها 4 خانه و3 خانه، فشكلها كان حلو قوي واموره جدا. وجبتها اللون ده علشان خاطر الكافي كورنر عندي ابيض،
وفي حاجات جولد، ف حسيتها هتبقى حلوه، وقلت يلا بقى من ضمن التجديدات بتاعه الكافي كورنر. طبعا انتوا شفتوها في اول الفيديو واحنا بنعمل الشاي بلبن، بس حلوه قوي قوي واموره، والستايل بتاعها جديد. علب الشاي عامه نزل منها اشكال والوان، فدي كانت احدث حاجه نزلت، وحسيتها يعني شيك ومختلفه. بس لما تحطوا فيها حطوا الحاجات اللي هي الباكت، مش المفتحه طبعا. يلا بقى دي مش فاكره كانت ب 200 تقريبا، او يعني 200 او 195 حاجه كده. بصوا بقى، بصوا الجمال. الفيس الترندي الشهير جدا جدا جدا. هو بصوا انا جبته ابيض في جولد علشان ديكورات الريسبشن عندي، انا عملتها شويه جولد كده، هتشوفوا معايا كل حاجه. في منه الوان، في منه اسود في جولد، وفي منه سيلفر كله، في منه اللي هو الجولد كله، ابيض كله، فاهميني؟ انا عجبني الابيض في الجولد. حلو جدا جدا. بص هو بيعمل هص كده، وفي منه بقى اشكال، يعني في اللي هو حاطط ايده على خده ومش عارفه ايه. المهم ان شكل الفيس ده طالع حلو قوي وترند كده وجميل وبيدي شياكه كده. وده كان عامل 150 جنيه. 150 جنيه، بس شكله حلو قوي قوي وعجبني. بعد كده جبت ايه تاني؟ على فكره يا جماعه انا على قد ما بفتكر الاسعار بقولها. بصوا بقى، ده المفروض ان هو اوردر خشبيات وسني، وفي اوردر تاني انا طالباه برضو هيوصلني ان شاء الله. دي كلمة هوم. قمر اولا الماتيريال بتاعها رهيب يا جماعه، رهيب. انا هكتب لكم لينك الجروب اللي انا جبت منه، حلو قوي. هو جروب بيبيع كل حاجه خشبيات. الخشب بتاعهم خشب طبيعي جميل، مش الابلكاش. حلوه قوي. هي كلمه هوم كده بالاوف وايت، والمفروض ان القاعده بتاعت هوم دي هم بيعملوها عندهم لونها زي خشبي فاتح قوي، فانا قلت لها معلش غمقها لي سيكا علشان احس ان هي يعني في فرق بينها وبين اليونت بتاعه التلفزيون. فبجد كانت روعه، وهي بعتالي خشبيات تانية هتشوفوها حلوه جدا. يعني كلمه هوم دي بتدي دفى كده للمكان وشياكه وحلوه قوي. بصوا بقى كمان جبت ايه. جبت الورد التوليب ده. الورد ده قمر قوي قوي قوي، وبيبقى راقي جدا بطريقه مش طبيعيه، وكنت من بدري عايزه اجيبه فاخيرا جبته. هو كان عامل غالبا هي الباقه دي على بعضها فيها 10 وردات، كانت عامله تقريبا 135. وهو سيليكون. هو في منه الستان وفي منه السيليكون، بس السيليكون بيكون اقيم واشيك، وبيكون اغلى كمان من الستان بكتير. وعايزه اقول لكم ان ده اللي بيستخدموه في الجيرب بتاع العروسه، فهو حلو قوي. قلت احطه كده في الفازات يبقى شكله شيك قوي. وصحيح كلمه هوم كانت غالبا ب 185 حاجه كده، بس هي عشان جايه من بدري. طيب بصوا بقى كمان جبت ايه. جبت حاجه كنت من بدري جدا نفسي اجيبها، الشمعدان السكر ده. بصوا بقى اتفرجوا على الجمال والكياتة. الشمعدان ده هو الشمعدان 3 قطع مستويات كده او احجام. جبته جولد، في منه طبعا الاسود، وفي منه اسود في جولد وكل حاجه، بس انا جبته جولد عشان زي ما قلت لكم انا عامله شويه ديكورات كده على جولد، فحبيت ان انا اجيب الشمعدان يكون جولد، والشكل اللي هو الفيس جبته ابيض في جولد، فاهميني؟ ده كان عامل 300 جنيه، يعني 300 او 350 بالظبط، يعني انا مش فاكره قوي بصراحه، بس غالبا 300. فكان عاجبني قوي. طبعا كل الحاجات دي هنحطها مع بعض، ويعني يعني هنظبط كده الديكورات كلها مع بعض. بس كده، عايزاكم بقى تنتظروا الفيديوهات الجايه وادعوا لي الاوردرات الجايه توصل. حبيت اديكم افكار الناس اللي عايزه تجدد، داخلين على العيد، داخلين على رمضان. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وشير، واستنوني في الفيديوهات الجايه. اشوفكم على خير، مع الف سلامه.